السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم معايا في قناة علم ليمو. النهاردة معادنا مع فيديو جديد وهنتكلم فيه عن مرسى علم. مرسى علم محمية وادي الجمال، مرسى علم مالديف مصر. مرسى علم هي مدينة سياحية مصرية تتبع محافظة البحر الأحمر، وتعد من المدن حديثة النشأة، حيث بدأت تنميتها عام 1995 من خلال استثمارات مجموعة الخرافي الكويتية التي تبنت إنشاء المدينة بكل مرافقها ومنتجعاتها وبنيتها الأساسية، لتصبح مرسى علم أحد أكثر بقاع مصر الجاذبة للسياحة. تقع المدينة على مساحة 38,433 كيلومتر مربع، على بعد 274 كيلومتر جنوب الغردقة، و134 كيلومتر جنوب القصير، ويتراوح ارتفاعها عن سطح البحر في حدود 60 متر. يسكنها حوالي 11,497 من السكان، أغلبهم من قبيلتي العبابدة والبشارية. يتبعها 3 قرى هي برنيس، أبو الحسن الشاذلي، أبو غصون. وتعتبر المدينة مركز عالمي للصيد والغوص والرحلات البحرية، كما يوجد بها مطار دولي ومارينا لليخوت ومركز للمؤتمرات، بجانب المنتجعات والفنادق الفاخرة. وتنشط بصحرائها أعمال التنقيب عن الذهب بمنجم السكري. المعالم الطبيعية والسياحية بمرسى علم: تعتبر مرسى علم من أجمل مناطق الغطس في مصر والعالم، ووجهة محببة لهواة السفاري، حيث توجد بها مجموعة فريدة من الجزر، من بينها جزيرة الزبرجد، وجزيرة خوار، وجزيرة الروكي، وشهاب الفستون. كما يوجد بها مجموعة من الجبال والوديان الفريدة، ومجموعة من المناجم القديمة التي تم حفرها خلال العصور القديمة في الجبال المحيطة بها، بحثا عن الذهب والزمرد. وبها يقع ضريح الشيخ أبو الحسن الشاذلي، الذي يعتبر مركز إشعاع ثقافي وديني. كما تضم المدينة مستشفى لجراحات اليوم الواحد، ومركز مؤتمرات عالمي مجهز بأحدث التقنيات، ويحتوي على قاعة مخصصة للاجتماعات تبلغ مساحتها 1950 متر مربع. بورت غالب هو منتجع سياحي متميز يقع على مساحة 8 ملايين متر مربع بمدينة مرسى علم. يشتهر المنتجع بجماله الرائع وتصميمه الفريد، الذي روعي فيه الحفاظ على البيئة والثقافة وتنوع الأماكن الترفيهية، مع الانسجام في الطبيعة البكر الرائعة. وبدأت شهرة المنتجع بالتوسع على الأفق العالمي حين اختارته جريدة سنداي إكسبريس البريطانية كأول منتجع للترفيه والمتعة في البحر الأحمر، حيث يمكن لزائريه القيام برحلات غوص بساحل البحر الأحمر والتمتع بألوان شعابه المرجانية الزاهية والحياة البحرية الغنية بالكائنات النادرة. محمية سيمداي أو بيت الدرافيل أو محمية الدلافين هي منطقة حماية خاصة تبعد 14 كيلومتر عن مرسى علم، وهي من أجمل بقاع البحر الأحمر وأندرها، وتعد أكبر محمية خاصة بالدلافين في العالم، وتضم أكثر من 5000 دولفين تخلد للنوم أثناء النهار بين شعاب سيمداي، وتسبح وتنشط ليلا
تتولى إدارة المحمية جمعية الحفاظ على البيئة بالبحر الأحمر هابيكا تطوعا بالمجان، وذلك بنظام التحصيل مقابل خدمة زوار المحمية. محمية وادي الجمال. تقع محمية وادي الجمال على مساحة 7450 كيلومتر، يمتد الجزء البري منها لمسافة 4770 كيلومتر، أما البحري فيمتد مسافة 2000 كيلومتر، وتغطي 60 كيلومتر من ساحل البحر الأحمر، وتشمل جزر وادي الجمال والشعاب المرجانية وتجمعات الأعشاب البحرية، بالإضافة إلى جبل حماطة. ويوجد في بداية المحمية منبع مياه عذبة متدفق. تنقسم المحمية إلى عدة مناطق، هي جزيرة وادي الجمال، وهي ثاني أكبر تجمع لطائر صقر الغروب. منطقة حنقوارب التي تبعد 18 كيلومتر جنوب وادي الجمال، وهي تتميز بالشواطئ والشعاب المرجانية. منطقة القلعان التي تبعد مسافة 9 كيلومتر شمال قرية حماطة، وتمتاز بوجود مساحات شاسعة من نبات المنجروف. ضريح أبو الحسن الشاذلي هو ضريح ومسجد الشيخ أبو الحسن الشاذلي صاحب الطريقة الصوفية الشاذلية. تبلغ مساحة المسجد 4000 متر، ويقع بمنطقة جبل حميصرة بقرية أبو الحسن الشاذلي بجنوب مرسى علم. يتوافد على الضريح الآلاف من كل بقاع الأرض من المنتمين للطرق الصوفية الشاذلية. منجم السكري. مرسى علم هي إحدى المناطق المصرية الغنية باحتياطيات خام الذهب، والتي تتمثل في منجم السكري بالصحراء الشرقية، الذي يعد ضمن قائمة أكبر 10 مناجم منتجة للذهب عالميا. في مايو 2005 تم إنشاء شركة لمباشرة عمليات التنقيب بالمنطقة تحت مسمى شركة السكري لمناجم الذهب. مرسى علم مالديف مصر. كانت مالديف مصر مرسى علم ذات يوم قرية صغيرة للصائدين على الساحل الغربي للبحر الأحمر، وهي اليوم منتجع سياحي في تطور سريع ومستمر، خاصة بعد بناء مطار دولي. وأحد أبرز أسباب تسمية مرسى علم بمالديف مصر هو زرقة مياهها وقربها من مياه المالديف. ولا تزال مالديف مصر مرسى علم أفضل مناطق الغوص، حيث تسمح للسائحين باكتشاف الحدائق الهادئة تحت الأرض والحواجز المرجانية والعديد من حطام السفن المنتشرة في جميع أنحاء المنطقة.